السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عمر. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن برنامج الفاروق للمحاسبة أو للحسابات. البرنامج في البداية أحب أعرفكم، بس هو البرنامج شغال بقاعدة بيانات سيكوال سيرفر 2012، ودي من ضمن أكبر وأقوى قواعد البيانات في العالم في الوقت الحالي اللي احنا فيه، طبعا بعد الأوراكل. البرنامج في بدايته بنشغله، بيطلب مننا يوزر نيم وباسورد. طبعا كل يوزر نيم وباسورد أو كل يوزر ليه صلاحيات، طبعا هنشوفها جوه في شاشة الصلاحيات الخاصة بالسيستم. هنا بنقدر من خلال الشيك بوكس ده نبدأ نخلي اسم المستخدم وكلمة المرور يا يتسيفوا أو ما يتسيفوش، بمعنى إن أنا مش مع كل مرة أجي أفتح البرنامج يطلب مني إن أنا أدخل اليوزر نيم وباسورد. لا، أنا ممكن مجرد ما أنا كتبت اليوزر نيم وباسورد بعمل تشيك بوكس كده، خلاص علامة الصح، وبدوس دخول. وانس اللي أنا دخلت خلاص على السيستم، في شاشة تسجيل المستخدمين والصلاحيات. دي الشاشة اللي احنا دي أول حاجة طبعا بنشتغل عليها، دي اللي بنقدر من خلالها نكريت كل اليوزرز اللي بيشتغلوا على السيستم مع صلاحيات كل واحد، مين اللي يقدر يخش على شاشة القيود، مين اللي ما يقدرش يشوفها، مين اللي يقدر يعدل على صلاحيات مستخدم، مين اللي ما يقدرش يعدل كل الكلام ده، مين يقدر يشتغل في المخازن ومين ما يقدرش يشتغل في المخازن، مين ليه صلاحية اللي هو يعمل قيد أو ما يعملش، مين ليه صلاحية يرحل قيد أو ما يرحلش، كل الكلام ده، مين ليه صلاحية قفل وفتح الفترات المحاسبية، كل الكلام ده من خلال شاشة المستخدمين. تاني حاجة، طبعا في المحاسبة في العالم كله، أي محاسبة في الدنيا مبنية على شجرة حسابات. شجرة الحسابات بتاعتنا ثابتة في أي نظام محاسبة في العالم، بتبقى أصول وخصوم وحسابات التشغيل وحسابات العمومية. طبعا الأصول بيندرج تحتيها، طبعا الكلام المحاسبين طبعا فاهمين الكلام ده كويس جدا. الأصول بيندرج تحتيها 3 أنواع من الأصول، سواء أصول ثابتة، أصول متداولة، أو أصول أخرى. والخصوم بيندرج تحتيها برضو الخصوم وحقوق الملكية والخصوم المتداولة. وحسابات التشغيل بيندرج تحتيها سواء الإيرادات التشغيل بتاعتك أو سواء المصروفات بتاعتك. طبعا الإيرادات والمصروفات الخاصين بالتشغيل، لأن أنا ممكن يكون عندي إيرادات ومصروفات خاصين بالحسابات العمومية بتاعتي. الحسابات العمومية بقى، الحسابات العمومية الإيرادات الأخرى سواء مصروفات إهلاك، الكلام ده كله. طبعا أي حساب أنا أقدر أسجله من الحسابات دي، أقدر أخش على الحساب أو الكاتيجوري اللي أنا خاص بالحساب اللي أنا عاوز أسجله. وانس اللي أنا دوست على مثلا الباتون ده، بيبدأ يظهر لي الشاشة اللي أنا أقدر أكريت فيها حسابات المصروفات التأسيس. طبعا أنا عامل في السيستم هنا تقريبا بنسبة كبيرة جدا نفس الفكر الحديث جدا لبرامج المحاسبة، إن هو بيقدر يساعد كل فئات المستخدمين. في واحد ممكن يكون مستخدم بروفيشنال، هو داخل في شجرة الحسابات هو عارف يسجل ايه. في واحد ممكن لا، هو عاوز الحاجة صريحة قدامه. فأنا طبعا مراعي الفئتين أو الفئات كلها في السيستم. هنا لو أنا عاوز أسجل أصول ثابتة، في 1 2 3 4، مجرد ما هدوس بيظهر لي الشاشة اللي خاصة بالحساب اللي أنا هدوس عليه. طبعا وهكذا لكل شجرة الحسابات. وفي طبعا شاشة تانية خالص، دي اللي بنقدر نسجل من خلالها أي حساب أنا عاوزه. مجرد ما بدوس جديد، بختار نوع الحساب اللي أنا
عاوزه، وليكن آه، أي حساب، يعني أي حساب. خلينا نسجل مثلا إيرادات التشغيل. مجرد ما اخترت قائمة الدخل، طبعا إيرادات التشغيل بتتحط في قائمة الدخل. مجرد ما ادوس تاب هو بيديني رقم الحساب اللي أنا مفروض التلقائي. أنا طبعا أرقام الحسابات ما ينفعش إن أنا أسيبها لليوزر يقدر يتحكم فيها، لا، هو السيستم بيقوم بالمهمة دي، بيعمل عملية جنريشن للأكواد. اليوزر غير مسموح ليه على الإطلاق إن هو يحط إيده في كود. ولذلك لو أنا جيت دلوقتي كتبت هنا في رقم الحساب أي حاجة، أنا طبعا بكتب أهو، أنا بكتب مفيش أي حاجة، لأن أنا عاملها اللي هو يعرض وما ياخدش من أي حاجة من اليوزر. ومثلا اسم الحساب إيرادات مثلا بيع وحدات. مجرد ما بدوس حفظ بيقول لي خلاص. طبعا في مسج بتظهر لليوزر بتتمم له نجاح العملية، بتقول له تم حفظ البيانات بنجاح. دوست اوكي. المفروض اروح انا على الحسابات. لو انا رحت لمصروفات وايرادات التشغيل، رحت لإيرادات التشغيل، هلاقي بالفعل ان انا لقيت عندي ايرادات بيع الوحدات بالكود اللي هو ظهر لي، لان هو راح شاف الكود، اخر كود للحساب، وبدأ يشوف اللي بعديه ترتيبه ايه. طبعا حبيت اعدل، انا مفيش اي مشكلة عندي. باجي مثلا الحساب اللي انا لسه مسجله مثلا ايرادات بيع الوحدات، حبيت اسجل مفيش بيع وحدات مثلا سكنية، سجلت اهو حفظ. بيقول لي تم حفظ التعديلات بنجاح. لو انا رحت بالفعل لقيت على الإيرادات، هلاقي بالفعل تم عملية التعديل بنجاح. طبعا هنا أنا فاتح زي ما أنا ذكرت من شوية، فاتح اللي هو يقدر يخش من هنا ويقدر يخش من هنا، يقدر يخش من حسابات التشغيل مثلا في الإيرادات، يقدر يخش يسجل من هنا، وفي نفس الوقت يقدر يخش من الشجرة العامة. ده بالنسبة لشجرة الحسابات. طبعا شجرة الحسابات، أنا أي شركة مش هينفع تشتغل في مشروع واحد، لا، ممكن تشتغل في أكتر من 5 6 10 مشاريع، إن شاء الله يا رب 1000 مشروع. أنا ما يهمنيش، أنا كسيستم طبعا مراعي النقطة دي كويس جدا. ولذلك في حاجة اسمها شاشة أرقام مراكز تكلفة ودراسات الجدوى. بمعنى إيه؟ الشاشة دي بتخليني أقدر أكريت مراكز تكلفة. مش بس كده، أقدر أضيف عليها المبيعات وإيه التكاليف وإيه كل حاجة مقدرة للمشروع ده. طبعا أنا مش عاوز أسبق بس الشرح، لأن في النهاية في تقرير بيطلع لي أنا صرفت قد إيه على المشروع ده، سواء إيراداتي قد إيه، سواء مصروفاتي قد إيه. والمشروع ده المفروض انا كنت محضر له في البادجت بتاعتي تكاليف قد ايه وايرادات قد ايه، وبيجيب لي التفاوت بين الاتنين. طبعا بيجيب لي انا كسبان ولا انا خسران. ده بالنسبة لشاشة ارقام ومراكز تكلفة ودراسات الجدوى. بنيجي ننتقل للشق التاني. طبعا احنا اتكلمنا في الشق الاول اللي هو شجرة الحسابات وازاي اقدر اكريتها. الشق التاني بينقسم عندي لشاشات التسجيل العمليات الحسابية. شاشات بسيطة جدا، سهلة جدا، مش محتاجة، مش معقدة. لأن في أغلب في بعض الأنظمة تحس إن أنت بتعمل عملية صعبة جدا. لما بيجي الواحد يسجل أي ترانزاكشن بيحس إن هو بيعمل عملية شاقة جدا. لا، العملية سهلة جدا جدا فوق ما أي حد يتخيل. العملية عندنا بتنقسم ل3 أقسام: شاشة القيود العامة، وشاشة المقبوضات، وشاشة المدفوعات. شاشة المقبوضات هو أي حاجة أنا بقبضها على الخزن أو على البنوك،
سواء قبض في البنك، سواء قبض في الخزنة، قبض نقدي أو قبض بشيكات، وهكذا. والعكس في المدفوعات. وأي قيد تاني أنا حابب بعمله من خلال شاشة القيود العامة. طبعا كل شاشة بيبقى جواها، يعني أنا أقدر أضيف قيد. القيود طبعا، ترتيب القيود ده ترتيب مهم جدا. طبعا أنا كنت مراعيه، لأن الفكر الجديد العالمي إن كل شاشة بيبقى ليها، أو كل تعامل بيبقى ليه رقم قيد مختلف عن أرقام القيود الشاشات التانية. بمعنى إيه؟ بمعنى شاشة القيود العامة أنا هعمل قيد رقم 1، ورحت عملت قيد في شاشة المنبوذات هيديني رقم 1، ورحت عملت قيد في شاشة المدفوعات هيديني برضو قيد رقم 1. أي نعم، القيد لما باجي أطبعه بيقول لي إن القيد ده رقم 1 لشاشة مثلا القيود العامة، القيد رقم 1 لشاشة المنبوذات. جميل جدا. وانس اللي أنا مثلا قفلت حساباتي في 2015، خلاص مفيش أي مشاكل، ورحت وأنا ببدأ في 2016، أوبا لأ ده أنا نسيت قيد المفروض كنت أعمله في 2015 وما عملتوش بعد ما أنا سجلت قيود في 2016. طبعا لما هاجي هيديني إيه؟ هيديني ترتيب آخر قيد اللي هو 2015، 2016 مش 2015. طبعا أنا رأيت القصة دي كويس جدا، إن ترتيب القيد مبني على الشاشة بناء والشهر والسنة كمان. يعني إيه؟ يعني أنا لو دخلت عملت قيد دلوقتي في القيود العامة وليكن في شهر 1، وأنا كنت مسجل 20 قيد قبل كده، هيديني إن ده رقم القيد رقم 21 لشاشة القيود العامة لشهر مثلا 1 لسنة 2016. جيت سجلت قيد لسنة 2016 شهر 1 لشهر 1 2015، هيديني آخر قيد متسجل في شهر 1 2015. طبعا دي العملية دي طبعا كانت مهمة جدا، لأن كان الواحد قابلها في كتير في شغله في بعض البرامج. ما كانش الشركات صاحبة البرامج دي كانت مراعية النقطة دي، فأنا الحمد لله راعيتها في السيستم ده. تاني حاجة، طبعا أنا خلاص قدرت أعدل على القيد اللي أنا عملته. قدرت طبعا القيد في بعد ما القيد بيتعمل، طبعا أي سايكل محاسبة لازم القيد بيتعمل من قبل المحاسب، بيروح القيد للليفل الأكبر منه، بيبدأ يراجع القيد ويرحله. طبعا برضو كان في مشكلة بتقابلني أو بتقابل ناس كتيرة جدا، طبعا راعيتها الحمد لله. إن أنا دلوقتي لو كده أنا عملته غلط والراجل مثلا رئيس القسم رحله، أنا عاوز ألغيه. طبعا مفيش حاجة اسمها حذف حركة اتعملت، مفيش الكلام ده. حذف حركة اتعملت طبعا الكلام ده ممنوع منعا باتا. بس وفي نفس الوقت أنا مش عاوز اليوزر يروح جايب القيد ويروح داخل عامل قيد عكسي، فالكلام ده لأ. أنا خلاص، طب ازاي يقدر السيستم يديهولك؟ لأ، موجودة بالفعل. أنا مجرد بس بروح على القيد أستعرضه، خلاص القيد ده أنا متأكد فعلا إن هو اتعمل غلط واترحل بالغلط، فخلاص ببدأ في إمكانية إن أنا أقدر أخش على القيد وأعمل إلغاء للحركة. إلغاء للحركة خلاص، هو بيلغي لي الحركة، مش بيصفرها، هو بيلغيها كأن لم تكن. طبعا بالنسبة للمقبوضات، طبعا نقطة الإلغاء والتعديل والترحيل متواجدة في الثلاث شاشات. طبعا شاشة المقبوضات وشاشة المدفوعات في بس هي نقطة مختلفة عن شاشة القيود العامة. في حالة اللي أنا بقبض شيك أو بصرف شيك، في حالة اللي أنا قبضت شيك، فدلوقتي مش ملزم اليوزر، وليكن الشيك ده أنا قبضته النهاردة في مثلا في 1/4، الشيك ده المفروض تاريخ صرفه هيبقى في 1/5. جميل أوي. جيت أنا عملت القيد، أنا استلمت الشيك النهاردة في 1/4، رحت داخل مسجل القيد بتاعي. من ضمن البيانات اللي بيطلبها مني تاريخ الحركة طبعا وتاريخ الاستحقاق. التاريخ الاستحقاق 1/5،
وتاريخ الحركة 1/4، وعملت القيد بتاعي ومفيش مشاكل. يجي يوم 1/5، هو خد الشيك وداه البنك، فعلا اتصرف واتودع في البنك. انا مش هضطر ان انا اخلي اليوزر يخش يقفل او يقول ديبت البنك كريدت حساب مثلا اوراق القبض، لا، السيستم بيديها لك. مجرد ما انت بتروح على حركة القيد الاساسي اللي هو انت قلت فيه ديبت اوراق القبض كريدت مثلا، الحساب اللي عندك حساب عميل whatever حساب ايه، بيبدأ السيستم يقفل لك الحركة دي تلقائيا. ما بيخلكش انت تروح تسجلها بايديك. طبعا سواء في المقبوضات او سواء في المدفوعات. طبعا دي بقدر الامكان الواحد بيحاول يسهل على اليوزر اكبر قدر ممكن في العمليات المحاسبية. تاني حاجة او الشق الثالث، طبعا انا بختصر اختصار سريع جدا. طبعا هو كل شاشة فيها امكانيات كبيرة جدا، بس انا بختصر بس نبذة بسيطة. تعاملات المخازن، طبعا انت عندك تعاملات المخازن. وانس اللي انا رحت في شجرة الحسابات سجلت حساب من حسابات المخازن، اوريدي بقى انا عندي حسابات مخازن. طبعا بقبض عليها اللي هو وارد المخزن، وفي منصرف المخزن، وفي طبعا شاشة الأرصدة. وارد المخزن اللي هو بيبقى فيه كارت صنف، كارت الصنف ده أو إذن الوارد. إذن الوارد ده اللي هو جايب لي الكمية، السعر في العدد. طبعا أنا ماشي هنا بالنظام متوسط التكلفة. مجرد اللي أنا بضرب وارد خلاص مفيش مشاكل. طبعا أنا بدخل كل البيانات اللي أنا عاوزها. لما باجي أصرف مثلا من الصنف اللي أنا عملته له وارد، أنا ما بتحكمش في السعر. السيستم هو اللي بيديني السعر بناء عن سعر متوسط التكلفة. طبعا متوسط التكلفة من أفضل الطرق في استخدام المخازن. طبعا الناس المحاسبين اللي هيسمعوني هم فاهمين الكلام ده كويس جدا يعني. بس بمجرد ما انا ضربت الصنف، طبعا لو المخزن ما فيهوش الكميه اللي انا ضاربها، المخزن بيطلع لي مسج على طول يقول لي لا خلي بالك انت عندك دلوقتي المخزن في الكميه اللي فيه غير مسموح بيها، ولازم ترجع للمخزن وتعمل تشيك على البضاعه اللي عندك. دخلت الكمية صح، مفيش أي مشاكل، خلاص بيسجل لي الحركة وتلقائي بيسمع لي في أرصدة المخازن، بيبدأ ينقص لي من سعر المخزن. شاشة المستخدمين ده الشق الرابع أو الشق الرابع اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول. طبعا التقارير، طبعا في تقارير كبيرة جدا بحيث إن هي تخلي العملية أسهل ما يمكن، سواء تقارير عن شاشة المقبوضات، سواء تقارير عن شاشة المدفوعات، سواء تقارير عن شاشة القيود العامة، سواء تقارير عن المخزن، سواء تقارير عن التكاليف، سواء تقارير عن الإيرادات، سواء تقارير على المصروفات العمومية. طبعا في هنا مصادقات، لو أنا حابب إن أنا أطبع مصادقة، طبعا احنا كلنا محاسبين المصادقات دي بنعملها في اكسل شيت بره، لا السيستم بيديها لك. مجرد ما بتختار حساب اللي انت عاوزه بيبدأ هو يعمل لك، يجيب لك رصيد الراجل ده او المورد او العميل او في الفترة اللي انت عاوزها، ويبدأ يطبع لك المصادقة تلقائي. طبعا انا حابب لو هنا عاوز ارحل القيود مرة واحدة، انا دلوقتي راجعت القيود ومش عاوز اخش على قيد ارحله في اي شاشة من الشاشات اللي انا اتكلمت عليها، لا ده انا عاوز ارحل الدنيا كلها مرة واحدة. يعني حاجة اسمها كرييت اكاونت، دي متاحة ليا. طبعا هنا ده تقارير في حالة ان انا حصل اي دروب في اي شاشة من الشاشات. طبعا ده يعني انا بقدر الامكان الحمد لله بنسبة 100% انا قافل اي ديباج ممكن يحصل، بس انا بتكلم في اسوأ الحالات اللي ممكن الواحد يتعرض لها. طبعا تقرير العرض، كشف حساب، عرض اليومية العامة، طبعا ده مهم جدا 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 جدا. ميزان مراجعة، عرض مركز مالي للتكلفة، عرض قائمة المركز المالي والأرباح والخسائر. طبعا في الإعدادات في حاجات مهمة جدا،
إقفال وفتح الفترات المحاسبية. اللي أنا دلوقتي أنا كراجل محاسب، أنا ما ينفعش يعني أنا اوريدي خلاص النهاردة أنا قفلت الشهر بتاعي وبدأت أعمل النتائج بتاعت الشركة. ما ينفعش أفضل سايب الشهور اللي فاتت مفتوحة. ممكن أي واحد يدخل قيد من غير ما يرجع لي ولا من غير ما حد يقول له، سواء بالتعمد أو غير التعمد، فيبدأ يضرب لي الحسابات أو النتائج اللي أنا بعتها مثلا لأصحاب الشركات عشان يعرفهم النشاط الشركة ماشي صح ولا ماشي غلط. لا، أنا أقدر أقفل الفترات كلها طالما أنا خلصت. وبعد ما أقفل الفترة لو رحت سجلت في أي شاشة من الشاشات القيد، دخلت تاريخ لفترة مقفولة، طبعا استحالة يقدر يحفظ، لأنه بيديله مسج وما بيقدرش يكمل الحركة، يقوله إن الفترة لم يتم تفعيلها أو الفترة مغلقة، أيا كان بقى هو نوع الحركة اللي بيعملها. طبعا في عمليات النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات، بحيث إن نضمن إن حصل أي دروب في أي وقت، في أي حاجة، يبقى في باك اب لقاعدة البيانات. طبعا في عمليات إعادة النسخ الاحتياطي، اللي أنا لو أنا معايا نسخة ومثلا حصل دروب في الداتابيس، فعاوز النسخة اللي معايا دي أرفعها على السيرفر عشان أقدر أشتغل عليها تاني، متاحة طبعا. طبعا بقية الحاجات طبعا دي حاجات أنا بحب أحطها، طبعا ممكن حد يستخدمها ممكن محدش يستخدمها، فدي بترجع للمستخدم ذات نفسه. طبعا دي كانت نبذة بسيطة جدا عن برنامج الفاروق للمحاسبة. طبعا البرنامج ده تحت رعاية وإدارة البحراوي جروب، المهندس محمد البحراوي. إن شاء الله بإذن الله يكون أقدر أكون قدمت كده نبذة بسيطة عن البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله يكون عند حسن ظنكم، وأشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.